أولويات كلمة كبيرة أنا عارفة، بس استنوا هنفصصها مع بعض. خلونا الأول بس نعرف يعني إيه أولويات. سألنا شوية من صحابنا ودي كانت إجابتهم. تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع نكمل كلامنا. ازاي بترتب اولويات حياتك؟ عادي يعني برتب يومي الاول وبشوف ايه المهم الاول وبعدين اعمله. مذاكره طبعا، قرايه في الانجيل، صلاه، يعني وقت رفاهيه شويه بنزل فيه مع اصحابي العب عادي يعني. ابدا بالحاجه الاهم وبعد كده اعمل حاجه واقعد شويه واعمل الحاجه التانية. الاول بصلي، بعد كده بذاكر، بعد كده باكل، بعد كده بخرج. من اول حاجه يعني مهمه جدا المفروض ان انا اعملها، وارتب بقى على حسب مين اهم حاجه في حياتي. يعني من الاهم لغايه اللي مش مهم خالص. يعني المفروض الحد يجمع حاجات ويرتبها، بعد كده يقوم بتنفيذها. انا مثلا بذاكر وبعدها انزل بعدها اطلع اذاكر كده. الاهم فالمهم الاقل اهميه. مذاكره وربنا وبعد كده مذاكره وحياتي. طب يعني ايه اولويات اصلا؟ حاجات في حياتي برتبها، يعني هي حاجات ورايا وبرتبها على كذا اساس. اولويات يعني لما مثلا يبقى ورايا حاجه لازم اعملها بس ما اقصرش فيها، اللي هو اعملها بالظبط. الاولويه ان انت لازم تعمل الحاجه دي عشان تنجح. حاجات ورايا لازم اخلصها. يعني مثلا انا لو عندي مذاكره وفي ايدي ان انا امسك الموبايل، امسك انهي؟ طبعا همسك المذاكره. وانت بقى مين بيختار لك اولوياتك؟ ماما او اختي. لا ماما. لا ممكن انا. ماما بتساعدني. هو طبعا كده ابويا وامي. اخوي. لا انا بكتبها. لا هو انا بعتمد على نفسي في الحاجات دي. ازاي بتساعد اولادك بترتيب اولوياتهم؟ هو الموضوع ده مش سهل، لان الطفل في السن ده لحد ما يبقى فيه تفكير ناضج بيبقى اولوياته اللعب، الجري، الموبايل، السوشيال ميديا. يعني دايما اقول احنا عندنا حاجه اسمها الاهم فالمهم. ارتب 1 2 3، عندي لعب، عندي مذاكره، خروج، عندي مش عارف ايه، واشوف ايه اللي المفروض يتعمل دلوقتي وايه اللي ممكن يتاجل بعد شويه. السؤال ده هو اكيد طبعا انا بتفق معاه ان هو طالما ذاكر وعمل كل الحاجات اللي عليه خلاص يبقى له بقى الحاجه اللي هو حاببها. لا بيتناقش، انا بحب اتكلم معاه قوي واقنعه الاول، فهو بيبقى فاهم ده ولوحده هو بيرتب اولوياته. عوده ان هو اول حاجه الصبح لازم يصلي، لازم يتكلم ربنا، لازم يبقى في علاقه حقيقيه بينه وبين ربنا. هم من نفسهم لما بيلاقوا نفسهم في اولويات معينه لازم يعملوها حالا، لا دي ممكن تتاجل شويه، لا هم بيتصرفوا. الاهم فالمهم، يعني نشوف عندنا ايه طول اليوم، فاحنا بنروح الدروس وبعدين نذاكر وبعدين نلعب بالموبايل. بيرجعوا من المدرسه ينظموا وقتهم، يناموا شويه، بيقوموا يذاكروا شويه، ليهم وقت في الراحه يعني بيرتاحوا شويه بعديها. بتقبلي الترتيب اللي هم حطوه ولا بتغيري فيه؟ هو انا ابني عشان كبير فدلوقتي بديله ثقه ان هو اللي يرتب اللي هو عاوزه، يبقى في اتفاق ما بيننا. يعني في اغلب الوقت بقبلها، لو في تعديل هم اوريدي بيتجاوبوا معايا يعني، فما بيبقاش في تصات قوي يعني. بحترم وبتدخل في الوقت اللي انا شايفه محتاج التدخل. لا يعني بتدخل معاهم شويه. لا مش هقبل اكيد كل حاجه، لان هم مش هيكونوا فاهمين طول الوقت ايه المهم وايه الاهم. احيانا بتدخل، احيانا ما بيعجبنيش، واحيانا لازم اتدخل عشان انقذ الموقف. باختصار كده أولوياتي هي الحاجات المهمة قوي في حياتي اللي أنا بختار إن أديها الجزء الأكبر من يومي ومن وقتي ومن مجهودي. أيوة زي إيه يعني؟ مثلا ممكن تلاقي واحد حاطط رقم 1 في حياته هو اللعب، ورقم 2 مثلا صحاب، ورقم 3 بابا وماما، ورقم 4 مثلا ربنا، ورقم 5 المذاكرة. ممكن تلاقي واحد تاني حاطط المذاكرة مثلا رقم 1 وبعدين ربنا رقم 2 وهكذا. حلو قوي. إيه هو بقى الترتيب الصح؟ سيبك بس من الترتيب الصح ده دلوقتي وروح هات ورقة وقلم وتعالى. عايزك تكتب أولوياتك انت زي ما انت محددهم وعايشهم، وبالترتيب من الأهم للمهم شوية، للمهم شوية صغيرين، للي مش مهم خالص. بعد كده عايزك بقى تركز وتشغل دماغك معايا شوية. امسك الحاجات اللي انت كتبتها دي وفكر كده الحاجات اللي انت حطيتها فوق دي تستاهل انها تكون فوق؟ تستاهل ان انت تديها كل الوقت والمجهود ده؟ تستاهل ان هي تتحط في قائمة أولوياتك أصلا؟ طب والحاجات اللي انت راميها في آخر القائمة بتاعتك دي هو ده مكانها فعلا ولا انت حاططها في مكان مش بتاعها أصلا؟ بص، ترتيب الأولويات ممكن يبقى ليه كذا شكل، بس اللي بيحدد الترتيب ده صح ولا لا هو ربنا مكانه فين في قائمة أولوياتك الطويلة دي. اوعى تعمل زي مرسى اللي اتشغلت في مسؤولياتها الكتيرة ونسيت أهم واحد. مكتوب كده في إنجيل لوقا إصحاح 10 والآيات 41 و42: فأجاب يسوع وقال لها: مرسى مرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. وصلت؟ بالسلامة.